بعد ما حطيت الفيديوز انا عندي حاجات عايزه لسه اعمل عليها فيديوهات تانية ليها دعوه بالحاجات اللي انا ذكرتها في الفيديوهات نفسها. فرحت جدا لما لقيت كومنتات، حابه ان انا اشارككم ردي على الكومنتات نفسها علشان نكمل السلسله بتاعت الرحله. بنقول بعد الشر على الوقعه، بعد الشر على الوفاه، بعد الشر على اي حدث بيحصل احنا بنشوفه شر طول ما احنا مش عايزين الشر ده يقع. شيء طبيعي منطقي، يعني مش قصه كبيره. هو احنا ايه اللي خلانا في اول مرة نعتقد ده شر؟ غالبا لان احنا عايزين نكمل كبني ادم عنده حاجة اسمها غريزة البقاء. غريزة البقاء دي بتساعده على ان هو يستمر في الحياة. لما يحصل حاجة بتهدد غريزة البقاء الانسان بيرفضها، عقله بيرفضها. فاول حاجة ده طبيعي جدا ان عقلنا يرفضها، بس احنا محتاجين هنا نوضح هو انهي عقل فيهم. في عقل بيبقى واعي في اللقطة اللي بيفكر فيها، هو مدركها وبيبحث جواها واخد باله. زي مثلا لما اقول انا هروح ادوس على الزرار بتاع التسجيل علشان اسجل الفيديو، ده معمول بالوعي بتاعي، بعقلي الواعي. لكن لما هاجي مثلا اتنفس ماشي في شهيقي وزفيري، دول مش بالوعي، ده بالجهاز اللي موجود اللي بيخليني انا اعمل الحاجات اللي هي من غير ما افكر ومن غير ما اركز فيها، تلقائي كده توماتيكي بتمشي. الفكره اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي او المعتقد بتاع ان الموت شر او الوفاه شر، ده لبس وقعد اتخزن في اللاوعي بتاعنا، فصعب قوي ان انا اغيره بكلمتين من فيديوهات نازله مثلا. اللي ما افكر فيها فعلا واقوم جايباها كده اقول لها بقول لك ايه، تعالي يا حبيبتي لما نتناقش انا وانتي كفكره او كمعتقد اعتقاد عندنا، واقعد كده معاها وابدا اتدبر اللي هو افكر فيها ديبلي، واقعد اشوف هو دي انت جايه منين، اصل الحاجات جايه منين. عشان كده اول حاجه هتيجي على بالنا زي ما حد من الناس الحلوين قالوا كومنت من الكومنتس، انه الطبيعي ان المقابر ما تكونش موجوده في حته في وسط المدينه مثلا، يكون كلهم متركزين في مكان معين ويبقى ده مكان المقابر. تعالوا نفكر مع بعض كده فكره تانية خالص. تخيلوا كده معايا لو حد كان شايف ان المقابر دي من ضمن الحاجات اللي بتديله دفعه للامام، هيحصل ايه؟ هيقولوا عليها انها شكلها وحش وانها مش حاجه حلوه يحب يشوفها كل ما ينزل. واحد كل ما بيعدي شايفه بطريقه مختلفه، هو شايفه فرصه انها تفكروا ان هو مش دائم، تفكروا انه ممكن يعمل حاجات كويسه النهارده وانه ممكن ياخد اليوتيرن بتاعه، لانه في يوم من الايام اجله لما يجي مش هيكون عنده فرص تانية ان هو يعمل الحاجات اللي هو نفسه يعملها او النوايا الخير اللي هو ممكن يسيبها في الارض. بيحمد اللي خلقه على الكام ساعه اللي هو عايشهم لسه، وعنده فرص كتير للاستمتاع او للتعلم او لمشاعر كتير اي مختلفه، حتى لو كان من ضمنها اوجاع بتعلم حاجات كويسه مش بتعلم فيه. شايفين الفرق ما بينهم؟ ده واحد كل ما بيعدي بيشوف الخير من الحاجه دي، وحد تاني كل ما بيعدي بتفكره ألم، وجع موجود عنده مش شرط يكون مر بيه. مش شرط انا اكون مريت بنفس الخبره بتاعه وفاه حد عزيز علينا من بيتنا، ولا حتى قرايب، مش شرط خالص. ممكن جدا اكون مخزنه منظر قبيح جدا لمشهد حد توفى في مسلسل او فيلم، وكان طالع المشهد فيه حد عمال يصرخ على قد ايه الشخص ده كان السند في الدنيا وان ملوش حد بعده. اول حاجه هيعملها المشهد ده انه هيسيب لك ذاكره، صوره لمشاعر اللي المفروض تكون بتحس بيها وقت فقدان حد في وفاه. هيبقى مخك عنده او اللاوعي بتاعك هيبقى عنده دايما الحته دي، اول لما يحصل موقف زي ده يقوم رايح مدور على الصوره اللي ليها دعوه بكلمه وفاه. فلما هنشوف مقابر اول حاجه هتيجي على بالنا الصوره اللي متصوره في مخي ومتسجله في مخي اللي ليها دعوه بالوفاه. عشان كده اي حد هيعدي لما يشوف مشهد بتاع مقابر في حته هيبص، اول حاجه هتيجي على باله انه يا اما مش عايز يبص اصلا او كلمه بعد الشر، فهيفكرك بوجع وهيفكرك بمشاعر مش كويسه. عايزين دايما نفرق ما بين المشاعر، مشاعر سلبيه صحيه ومشاعر سلبيه غير صحيه. مع انها سلبيه بس هي صحيه، مع انها سلبيه ممكن جدا تكون صحيه، واحنا متخيلين ان دايما لازم تكون كل حاجه ايجابيه. بنتخيل دايما المشاعر السلبيه هي اللي احنا مش عايزين نحس بيها، والمشاعر الايجابيه هي اللي احنا عايزين نحس بيها، فبالتالي متخيلين ان في مشاعر كويسه ومشاعر مش كويسه. المشاعر اللي مش كويسه هي المشاعر غير صحيه سواء اذا كانت هي ايجابيه او سلبيه. فبالتالي لما انا اعدي على مقابر واكون من الناس اللي هم بيعدوا والمقابر بتفكرني انه الدنيا كده ولا كده، دلوقتي الموقف اللي انا هكون فيه في اي وقت كان فيه وجع
خلصان مش هيستمر، وانه كده ولا كده كل البشر راجعين. فانا ما اقعدش اتخيل ان انا احافظ على الكرسي اللي انا قاعد عليه، احافظ على التايتل، احافظ على وما اعلمش حد من الناس اللي معايا علشان انا لازم استمر في التايتل ده علشان احافظ على بقائي. ولو انا مثلا في حد موجود معايا فانا دايما ابقى ماسكه وقافشه فيه عشان ما ينفعش يروح حته، لان انا مش هقدر اعيش من غيره. على فكره للاسف الشديد الصدمه هنا انك هتعرف تعيش من غيره، وهتقعد تقول لنفسك لا انا مش عارف اعيش من غيره عشان انا قلت الكلمه دي. واكيد مش هطلع عيل اقول لا واقول لنفسي قدرت. في شويه حاجات كده بتخلينا غصب عننا احنا ما نتخيلش انها هتعدي، بس هي كل حاجه بتعدي. ومش علشان كل حاجه بتعدي يا بنتي عادي مش مشكله انتي ما تسويش ولا هم يسووا، لا دي افكار غير صحيه. لان حضرتك تسوي والشخص اللي مشي بيسوى وكان بيسوى في وقت معين وكان ليه قدر في وقت معين ورسالته خلصت. نقطه. رسالته خلصت. رسالتي خلصت. لما هيجي اجلي رسالتي هتكون خلصت. انا خلصت الهوم ورك، خلصت الانفلونس بتاعي او التاثير بتاعي في الارض، خلصت اللي انا هستلمه في الارض. وسبت ايه بقى؟ سبت شويه حاجات لما هاجي على بال حد والشخص ده افتكرني هيلهمه ربنا، هيلهم انه يعمل لي حاجه كويسه. لان دي بروميسز، دي حاجات المفروض انها it will pay back. ان لو حد افتكرني مثلا هيقرا لي الفتح، هيدعي لي، هيدعي لعيالي، هيدعي لاهلي، هيفتكرني بحاجه كويسه، هيفتكرني بحاجه وحشه بس مخه هيرفض ان هو يكمل بيها. فهيحصل letting go، هيحصل انتهاء لمشاعر كانت غير صحيه او كانت سلبيه ومش محتاجينها في الارض انها تستنى. كل ده جاي من فكره ان في وفاه حصلت اساسا. كل دي حاجات ممكن تكون جيده جدا طالعه من حاجه احنا شايفينها انها وحشه وشر. شكرا جدا على الكومنتس، وحطوا كومنتس بتاعتكم اكتر على الفيديوهات عشان نتناقش في كل الافكار اللي بتطلع، علشان في الاخر الفيديوز دي معموله علشان نصحصح ده ونريح القلب ونريح الروح اللي موجوده نفسنا، والروح تبقى هاديه نقدر نواجه كل حاجه. كده ولا كده هتحصل مهما حصل، تقدر تنجو في الدنيا بسلامه. وكمان تبطل بقى الهري اللي هو ملوش معنى والحاجات اللي ممكن توجع بني ادمين ويعيشوا لغايه لما يبقى عندهم 100 سنه وعندهم اعتقادات مش سليمه.